قدام حضراتكم ده كده البنك الأهلي المصري، أول بنك اشتغل في العاصمة الإدارية الجديدة. بعد منه على طول البنك المركزي المصري زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. ده البنك الأهلي المصري وجنبه البنك المركزي، ودي كلها منطقة مولات زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله، يعني العمل بدأ يظهر والدنيا بدأت ملامحها تبان كده في المكان. طبعا المكان ده كنا مصورينه في 2020، كان صحراء خالص، ما كانش فيه أي حاجة خالص. لاندسكيب بدأ يظهر، يعني واحدة واحدة كده برضو الدنيا هتشتغل، والدنيا احنا مصممين الدنيا هتشتغل إن شاء الله تعالى في المكان ده. ده مبنى هيئة البريد قدام حضراتكم كده اللي في الصورة ده. وهنا في الاتجاه اللي احنا شايفينه ده كده، ده اتجاه مدينة الفنون والثقافة والمحطة التبادلية الخاصة بالقطار الكهربائي مع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة. وده يعتبر أكبر ميدان موجود هنا على محور الماسة زي ما حضرتك شايفين قدام البنك المركزي المصري. مكان مميز ومكان معروف، هيكون مكان يعني له وضعه في المستقبل إن شاء الله تعالى. ده كده مجموعة بنوك وطنية كلها على الشارع الرئيسي. عندنا البنك الأهلي المصري، بعد منه على طول البنك المركزي المصري زي ما حضراتكم شايفين. طبعا البنك الأهلي المصري التصميم والطابع المعماري بتاعه شكله جميل جدا، الواجهة الخارجية بتاعته الزجاج. الطابع المعماري برضو بتاع البنك المركزي المصري واخد الطابع المصري القديم. بعد منه بنك مصر اللي باللون الأسود، وبعد منه بنك القاهرة. دول أربع بنوك الرئيسية الموجودين على محور الماسة في قلب الميدان. في الاتجاه الآخر هيكون موجود مبنى هيئة البريد زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة. خلاص يعني يعتبر المكان بسم الله ما شاء الله بنسبة كبيرة جدا جاهز. زي ما حضراتكم شايفين برضو هنا بعض المولات بدأوا يشطبوا في الواجهات الخارجية، الواجهات الزجاجية بتاعتها، والبعض الآخر خلاص بيشطبوا في أعمال الخرسانات. في ظهر المكان قدام حضراتكم ده في أكتر من 18 بنك موجودين في المكان اللي احنا موجودين فيه. وبرضو دي كلها مولات. كل مبنى من دول تحت منه بارك يسع لدورين أو 3 أدوار تحت الأرض علشان الناس تبقى فاهمة الصورة. هنا كده مدينة الفنون والثقافة، بعد منها على طول فندق الماسة. المحور اللي احنا مش واقفين عليه ده لو خدنا اتجاهه على طول هنروح عند الار 7. من هنا 5 دقايق بالظبط بتلاقي نفسك في قدام الجامعة الإنجليزية وعند منطقة الار 7. من هنا برضو دقيقتين أو 5 دقايق بتلاقي نفسك على طريق السويس قصاد مدينة بدر. ده كده ميدان موجود في الحي المالي زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. دي مولات موجودة، ده مسار القطار الكهربائي. هنا البرج الأيقوني ظاهر من مكاننا اللي احنا موجودين فيه. طبعا البرج الأيقوني والبنك المركزي المصري ومبنى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب كلهم على استقامة واحدة. يعني لو انت واقف في قلب الميدان هنا هتبقى في استقامة واحدة مع البرج الأيقوني، مع البنك المركزي المصري، مع مبنى رئاسة مجلس الوزراء، مع سير العلم، مع مجلس النواب. كل دول على استقامة واحدة وعلى خط واحد مستقيم. ده كده مبنى هيئة البريد اللي ظهر في الصورة بشكله بصراحة جميل جدا. وفي ظهره على طول منطقة فندق الماسة ومحور بن زايد الشمالي. هنا كده لو كملنا على طول برضو على ايدينا الشمال منطقة الداون تاون زي ما حضراتكم شايفين. اعمال اللاندسكيب برضو والشغل هنا بدأ يظهر واحدة واحدة كده بإذن الله تعالى. وهنتابع معاكم الفترة اللي جاية برضو علشان الناس تبقى متابعة معانا أول بأول زي